ما سبقه من أحداث مهمة، وهي انفصام عروة الحركة الإسلامية إلى 3 فصائل. نعم. أنتم فصيل، وعلي بابير فصيل، والحركة الإسلامية عادت إلى اسمها. نعم، هي صارت هكذا 3 حركات. وأنت تذكر في كتابك أن فئة من جماعة علي بابير كانوا قد خرجوا وأعلنوا تشكيل أنفسهم جماعة منفصلة اللي هي جند الإسلام. نعم. بالنسبة لي طبعا أوضاع الحركة كانت ما كانت تبشر بخير، أن الأحداث كانت تأتي يعني بعد كل ضربة عسكرية، والتدخل من جماعة طالباني وإيرانيين أيضا. الإيرانيين أيضا كانوا يحاولوا أن يضعفوا التيار السلفي هذا، لأن التيار السلفي هم كانوا خايفين منه أنه سيصعد. كل مؤتمر نعمله تيارنا كان الأوحد. فمثلا أخ دكتور إبراهيم كان يأتي الناجح الأول يفوز بالأصوات الأول، وأنا الثاني والثالث منا والرابع منا، يأتي السابع أخ علي بابير. رغم أنهم كانوا يعطونه راجمات صواريخ، ونحن كنا نجمع فليسات على ما يقول العراقي، يعني نجمع فليسات ونشتري بها أسلحة. لكن شبابنا كانوا سلفيين متدينين، اعتقاد قوي والتزام بالدين صارم وتدريب عسكري صارم أيضا، بحيث ما خاض هذا التيار طبعا مع الحركة الإسلامية بصورة عامة، ما خاضت كتائبها معركة وخسرتها. ولذلك جماعة طالباني كانوا يحشدون 7000 8000 10000 شخص للهجوم على 500 واحد أو على 1000 واحد. فحتى المعركة مع جند الإسلام هم أتوا ب7500. هذه المعركة بين جند الإسلام وجماعة الطالباني. نعم. وجند الإسلام كانت أعلنت عن نفسها في 1 سبتمبر 2001 قبل أحداث سبتمبر بأيام. فلما أعلنوا عن أنفسهم وبيان باللغة العربية في الجبال، فجماعة طالبان يعتبروها فرصة جيدة، وكان بعدها ينقضوا عليهم. نعم، جاءت بعدها أحداث سبتمبر، فتآزروا مع الأمريكان، لكن الأمريكان ما تدخلوا في البداية، ما تدخلوا، فقط وجدوا أنه مجرد فصيل متشدد ديني يقاتل فصيل ماركسي. وأنا فهمت من ما قرأته في كتابك بأنه بعدما مني به جماعة الطالبان من خسائر في معركتهم مع جند الإسلام لجأوا إليك لتتوسط. نعم هذا صحيح، لأنه خلال 12 يوم من القتال بين جند الإسلام وجماعة طالباني، جماعة طالباني أعطوا 647 قتيلا مقابل من الجند 19 قتيلا. فكان الخسائر هائلة جدا، لأن إخواننا في الأنصار فيما بعد أيضا والجند في كتائبنا كنا مستفيدين من تجارب الأفغان ومن تجارب المسلمين في البوسنة في حفر الخنادق. خنادقنا في كردستان كان لأول مرة تجربة جديدة مثل تجارب الخنادق والممرات العميقة في البوسنة. وأيضا الحراسة 8 عسكري 8 بيشمركة مجاهد يكونوا في بوسطة في خندق قوي متين مستحكم، وأيضا المتفجرات مرتبطة بأسلاك عليها الفسفور هنا، فالحارس يعرف أنه رقم 1 5 10 15 كذا كلها متفجرات حوله، بحيث إذا بدأ الهجوم هو ما يتعب نفسه كثير، فقط يضع الأون أوف، يضع الأون على الأون على الأون ويصير التفجير كله في المنطقة. فاستخدامنا للأسلحة وأيضا لمخلفات الحرب العراقية الإيرانية، كنا نستخدم الصاروخ المتروك نضعها في ماء مالح، في الغد ننظفها، ناخذ من الرأس نضع عليه نركب عليه قنبلة يدوية مرتبطة، الحلقة مرتبطة بالسيم، والسيم واصلة إلى سلك عنقود يعني. نعم بسلك. السلك مرتبط بعنقود عنب ولا برمانة ولا بشيء أو تحت صخرة. فهذا الذي يأتي من جنودهم مجرد يلامس السلك يتفجر الصاروخ وليس القنبلة اليدوية. فكانت خسائرهم جدا كبيرة. حتى هجومهم الأول 17 شخص من أهل القرية، أهل القرى المحيطة والرعاة جاءوا معهم حتى يعرفوا أين يضعوا أقدامهم كلها على الصخور. لكن لما انهزموا ما بقى المجال، وفي الليل طبعا ما بقى المجال مرة أخرى يختاروا الصخور،
فوقع فتفجروا في طريق العودة. نعم. هذه ولذلك نعم. مهمة الوساطة التي كلفت بها نعم. هي التي أدت في النهاية إلى أن تندمجوا أنتم وجند الإسلام. لا، هو ما كان السبب هذا، لأن أولا بالنسبة للإخوة في جند الإسلام هم كنت أعطيهم دروسا في 88 في إيران، وفي عام 91 لما فتحت المعسكر كنا معا، وفي عام 92 لما فتحنا مدرسة العسكري أول الناجحين كان أخ آسو الذي كان أميرا للجند وأصبح نائبا لي للشؤون العسكرية، وهو الآن عند الأمريكان أسير. فبالنسبة لنا يعني اختلطنا معهم، أولا الأفكار هي نفس الأفكار، تصوراتنا قريبة، فقط عملنا منفصلين لأنهم أغلبهم من أربيل ونحن من السليمانية، فبسبب التقاطع الذي صار بين جماعة الطالباني وجماعة البارزاني نحن أيضا انقطعت صلاتنا. هذا كان سبب خارجي عنا. فلما التقينا كلنا هذه المرة التقينا في أنصار الإسلام، فكان أمر طبيعي أن نلتقي بسرعة بعدها ونتفق على تشكيل الجماعة.